السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة عبد الحكيم. اليوم ان شاء الله غنقدموا مع بعضنا الشيال اللي تيجي رطب وخفيف مثل السفنج على بركة الله. كنديروا في المقادير نفس قياس الفينو، هو قياس الدقيق الابيض، يعني درنا 500 غرام نديروا 500 غرام من كل واحد. الخميره المعجونه، معلقه سنيده، 2 معالق الحليب بودره، الملح، 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنعجنوها ان شاء الله بالماء دافئ على بركه الله. خلطوا هاد العناصر باش تنسجم مع بعضها، ثم نضيف القياس ديال 2 المعالق. بسم الله. والعجينه ديالو تتبغي تكون رطبه، ماشي نقصحوها، تكون رطبه شويه. انا غنوريكم كيفاش، وخصنا ندلكوه مزيان. ومن بعد ما دلكتها بهذا الشكل وخليتها رطبه بهذا الشكل، وهي هاد العجين كتبغي تدلك مزيان باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي مزيانه. غادا دابا غندهنها بشويه الزيت نباتيه على هذا الشكل، ونغطيها بالبلاستيك الغذائي حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ونرجع لكم ان شاء الله حتى يتضاعف الحجم. ومن بعد ما تضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل على بركه الله غنبدا نديرو قريصات. ندهن يديا بشويه الزيت ونعملو على هذا الشكل. اللي بغى يكبر يكبر، اللي بغى يدير صغير يدير صغير، على حسب اختيار كل سيده. ندهنوا ايدينا دائما بالزيت باش نشكلوا كويرات. وملي غننتهي ان شاء الله انا درت واحد الخليط ما بين فورس الدقيق الابيض والفينو، غنمزجهم مع بعضياتهم. ومن بعد ملي غنقرصهم بهاد العناصر بجوج، الدقيق والفينو، غادي نسخن المقلاة ثقيله ونرشها بالزيت ونطيبهم. انا غنوريكم كيفاش. انتهيت، غنبدا على بركه الله. داك المزيج اللي قلت لكم خلطته ديال الطحين الفورس وديال الفينو غنبدا نرش على هاد الطريقه بحال هكا.
ثم غادي نرش المقلاة. ما رشيت المقلاة من بعد ما سخنات كنرش هاد البريصات ديالنا الدقيق المخلط على هاد الشكل. بهذا الشكل راه كيجي رطب وزوين بحال السفنج. مع التحريك المتواصل بحال هكا كيجي شيار رائع. بقاو هكا تتحمر مزيان، بقاو نحركو فيها. على هاد الشكل راه كيبقى يجي بحال هكا. غير صدقوني غتجربوه غيعجبكم، كيجي هائل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشيار ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وينال رضاكم، وما تنساوش لي لايك وتدعموني بتشجيعاتكم، وشكرا لكم.